قبل ما ابتدي اي كلام هتصلوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، سيدنا محمد خاتم المرسلين وشفعنا يوم العرض العظيم. اول مرة في حياتي ابدأ الفيديو واطلب منكم طلب زي ده. ركز كده معايا وصلي على الحبيب، جروحك تطيب، واسمع الحكاية اللي هقولها لك دلوقتي. امبارح كان بالنسبة لي يوم مميز جدا جدا، لاني لتاني مرة في حياتي كلها أشوف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويزورني في رؤياي. نبي الله محمد الذي لم ولن يستطيع أحد المخلوقات أن يتمثل في هيئته. وإذا رأيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد رؤيته حق. وأنا رأيت رسول الله وزارني امبارح في المنام. فحصلت امبارح محادثة، أنا من النوع اللي ما بقولش رؤياي لحد. فحصلت امبارح محادثة ما بيني وما بين، انتوا عارفين ان بعض المتابعين اتحولوا بعلاقة ود وحب لانهم اقرب الاقربين ليا، زي نوران وأميمة، يعتبر بيعملوا لي تصميمات، وتحولوا من فانز لاخوات، بعتبرهم اكتر كمان من اخوات. فكان في مكالمة ما بيني وما بينهم هما التلاتة، فلقيت نوران يقولك من عاشر الأم. نوران قريبة مني جدا ومتأثرة بيا جدا جدا، فالمفروض انها قرت كتاب قاهرة الجان والسبع عود. فلقيتها بتقولي في المكالمة قبل ما نقفل: سارة انا في حاجة غريبة جدا حصلت وعايزة اقولك قبل ما انسى عليها. فبقولها ايه يا نوران؟ قالت لي انا بفتح الكتاب تاني رغم ان انا قريته، بس انا قررت ان انا اقراه تاني عشان في حاجات عايزة اتعلمها واخد من الكتاب حاجات ليا وادعية واوراد واعملها. لقيت كل الكتاب اتحول لصلي على محمد رسول الله، صلي على محمد رسول الله. بتقولي والله ما بيتهيألي، انا فعلا شفت ده كله، وهما ما يعرفوش اني انا حلمت برسول الله في نفس اليوم. يعني انا حلمت امبارح بسيدنا محمد، بالليل حصلت محادثة ما بيني وما بين نوران وأميمة، وأميمة تشهد على هذه المحادثة. فقالت لي انا استغربت جدا، فتحت الكتاب لقيت صلي على محمد صلي على محمد، عمالة بدقق قوي. استغربت جدا ان الكتاب كله اتحول لكده. انا بيتهيألي يا سارة ولا ده ايه ولا ده ليه معنى؟ فانا سكت كده وقلت لها لا ليه معنى. قالت لي ايه المعنى؟ قلت لها هتعرفي بكره في الفيديو اللي هو ده دلوقتي، اني احلم برسول الله، وفي نفس اليوم بنت من البنات اللي بتحبني حب صادق تفتح الكتاب وتلاقي الكتاب كله صلي على محمد، وهي بتحس ان هو بيتهيأ لها، ولكن لا مش بيتهيأ لها، انا شفت الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم في نفس اليوم. فبالتالي بقول لكم صلوا على الرسول. ومن هنا هقول لكم على المفاجأة التانية. انا بالنسبة لي رؤية رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم دي تاني مرة، كانت اول مرة تغيير حياة بعد رؤيته، والمرة دي انا متأكدة ان في حاجة قوية جدا هتحصل ولكنها خير، لان رسولنا الكريم ما بيأتيش الا بالخير. ببركة الله عز وجل وببركة سيدنا النبي عملت لكم رسائل. الرسائل دي حظ، ألعبكم لعبة. الرسائل دي مكتوبة لأصحاب نصيبها، كل واحد هيختار يقول اسمه ويمد ايده ويغمض عينيه وهيختارها، واللي يطلع له ياخده، يا رسالة يا دعوة يا تحذير يا بشرى. العلم عند الله. هيطلع لك ايه في الرسالة؟ هيكون فين يا سارة الصندوق ده؟ والرسائل دي مين اللي هياخدها؟ دي المفاجأة اللي انا بقول لكم عليها. ببركة الله عز وجل وببركة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، الرسائل دي هتكون موجودة معايا يوم الخميس اللي جاي في حفل توقيعي الثاني في معرض الكتاب الدولي لتوقيع كتاب قاهرة الجان والسبع عهود. ان شاء الله هكون موجودة يوم الخميس اللي هو عيد الشرطة، كل سنة وكل الداخلية بخير وفنا. هكون موجودة من 3 العصر لحد الساعة 5 المغرب. هكون في كشك التوقيعات أمام قاعة واحد، الكشك اللي قدام قاعة واحد. أنا هكون موجودة بالصندوق السري والرسائل الكونية، انت ونصيبك وانت وحظك. يا ترى الرسالة أو الصندوق ده شايلك ايه؟ يا رب ببركتك يا رب وبركة سيدنا النبي تطلع الرسالة لصاحب نصيبها حق. وده اللي انتوا هتقولوهولي يوم الخميس الساعة 3. هل لكل الناس؟ ده عدد محدود،
لأول الحاضرين، يعني نقول أول 50 كده، أول 50 فرد هيحضروا هيكون لي نصيبة من الرسالة ببركة سيدنا النبي من بعد الله. دي المفاجأة اللي أنا محضراها لأسودي، لأني حاسة إن أنا محتاجة أهديكم واعتبروها لعبة. سارة عبد الوهاب الملقبة بمذيعة العفاريت وأصبحت كاتبة وروائية لقاهرة الجان والسبع يكون في رسالة منها ليكم في اليوم اللي انتوا هتيجوا فيه تحضروا معايا حفل توقيعي الثاني، وإن شاء الله بإذن الملك أنا تفائلت في الله خيرا، خصوصا بعد رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. رؤيته حق وأنا استبشرت خيرا. كنت عمالة أقول أنا هروح يوم الخميس أعمل إيه، ما خلاص عملنا مرة، بس حسيت إني دلالة وإشارة على إني هنزل تاني ورب العباد هينصفني تاني. وانتظركم يوم الخميس اللي جاي من 3 ل5 في كشك التوقيعات أمام قاع واحد، قاهرة الجان والسبع عهود. اللي عايز يشتري الكتاب يشتريه، واللي عايزني أوقع له وياخد رسالته من نور قاهرة الجان أو من مذيعة العفاريت ببركة رب العباد وسيدنا النبي. هستناكم إن شاء الله يا أجمل قلوب في الدنيا، وانت وحظك وانت ونصيبك. وما ننساش هنتصور سوا مع كل رسالة هتطلع لك هتقولي عليها وتتصور بيها. هستناكوا يا أجمل قلوب وأرواح محبة، وما تنسوش صلوا على حبيب جروحك تطيب.